السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وبلان جديد. الاكثريه منكم سمع على القنب الهندي، واليوم غادي نشوفوا القصه ديالو. قبل ما نبداو تشترك في القناه ودير شي لايك باش يبقى يوصلك ديما الجديد، ودوز عندي الانستغرام اللي هو هذا. ما نطولش عليكم، نبداو. النبته او ما يسمى بالقنب الهندي كتنتمي لعائله كانابيكا، وفيها مجموعه من انواع بحال ساتيفا اناتيكا، ويعرف ايضا باسم الماريخوانا ولا الحشيش، وهي نبتة لها مفعول مخدر ولها تأثير على الجسم، وتعد من أكثر الأنواع المخدرات استعمالا في العالم. وتنتمي هذه المنتجات القنب إلى أقدم المخدرات المعروفة، والقنب هو اسم نبات. أما الماريخوانا فهي الأوراق والأزهار والسيقان والبذور المجففة من نبات القنب. أما الحشيش فهو منتج آخر من النبات القنب، يحتوي على صبغ ريزين أو زيوت ينتجه النبات. يعني الحشيش هو هذاك الزيت ولا داك الصبغ اللي كتنتجو القنب الهندي. يحتوي القنب ومنتجاته على العديد من المواد، لكن اهمها هو الرباعي هيدروكانابونيول الذي يعرف باختصار THC. ملي كيكمل شي واحد الماريخوانا او الحشيش كتمشي الماده THC بسرعه من الرئتين الى مجرى الدم، الذي يحملهما الى الدماغ والاعضاء الاخرى في جميع انحاء الجسم. وكذلك وفقا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة والمعاهد الوطنية للصحة بوزارة الصحة الأمريكية، ويعمل THC على مستقبلات الخلايا الدماغية معينة تتفاعل عادة مع المواد الكيماوية الطبيعية المشابهة THC. تلعب هذه المواد الكيماوية الطبيعية دورا في نمو الدماغ الطبيعي ووظيفته. وتقوم الماريخوانا بتنشيط المفرط لأجزاء الدماغ التي تحتوي على عدد أكبر من هذه المستقبلات، مما يؤدي إلى الشعور بالنشوة لدى الأشخاص. ومن بين المؤثرات ديال الماريخوانا على الإنسان هي التغير في الحواس، التغير في الشعور بالوقت، يعني بنادم كيولي عنده تقلبات مزاجية، ما كيبقاش مرتاح، ضعف الحركة الجسم، بنادم كيولي غير مريح ومهدن، صعوبه في التفكير وحل المشكلات، يعني بنادم ما كيبقاش يفكر ولا يعرف شنو كيدير. ضعف الذاكره مع المده، بنادم كتولي عنده ضعف الذاكره، كتولي عنده واحد الهلوسه، كيولي يشوف شي حاجه وكيسمع شي حاجه اللي ماشي حقيقيه غير اوهام. وكذلك من التاثيرات السلبيه على نمو الدماغ، وخاصه عندما يتم استعمالها مبكرا في سن المراهقه. يعني من بنادم كيستعملها وفي سن صغير، هنا كتكون المشاكل ديالها والعواقب ديالها مضره على الصحه ديالو، من بينها الدماغ ديالو، يعني كيولي ينسى، كيولي عنده اراق، كيولي عنده بزاف ديال الحوايج. وكذلك مشاكل في التنفس، زياده معدل ضربات القلب، مما قد يزيد من فرص الاصابه بالنوبه قلبيه، سكته قلبيه. يعني الناس اللي كبار في السن واللي عنده شي مرض مثل القلب ولا شي حاجه كيكون معرض للموت في اي لحظه، يعني كيكون معرض للخطر بشكل كبير. كذلك مشاكل مع النمو الطفل اثناء او بعد الحمل، الا كانت شي وحده مثلا كتكمي ولا حشيش ولا شي حاجه وهي حامل، يعني كتقدر تسبب مضاعفات الجنين اللي في الكرش ديالها. هنا قال لك تم ربط استخدام الماريخوانا بالمشاكل الصحيه النفسيه الاخرى مثل الاكتئاب والقلق والافكار الانتحاريه بين المراهقين. هنا غادي نجيو مقارنه مع الناس اللي ما كيستخدموش الماريخوانا والناس اللي كيستخدموا الماريخوانا، كيفاش كتاثر على صحه الحياه ديالهم. ان اولئك الذين يستخدمون كميات كبيره في الكثير من الاحيان كيوصلوا لواحد المرحله كيولي عندهم انخفاض في الدرجات الرضا عن الحياه، تراجع في الصحة النفسية، وكذلك تراجع في الصحة الجسدية. وزيدوا عليها كذلك مشاكل في العلاقات، مثلا في الخدمة ولا في العلاقات العائلية، كيولي الإنسان ما عندوش علاقات ناجحة، ويمكن أن يؤدي استخدام قنب ومنتجاته إلى حدوث الإدمان. وتشير الأبحاث إلى أن ما بين 9% و 30% من أولئك الذين يستخدمون الماريخوانا قد يصيبون بدرجة الإدمان. ومن جهة أخرى هناك استخدامات طبية للقنب، ففي ألمانيا يستخدم القنب الهندي منذ عام 2011 لإعداد وصفات طبية بناء على تصاريح خاصة حصل عليها المعهد الألماني للموارد والأدوية الطبية. وكذلك تقوم المختبرات الطبية بتحضير الأدوية ممزوجة بالقنب الهندي، يتم تناولها على شكل قطرات تنتقل عبر الفم وبسرعة إلى دم المريض. ولا خوتي غنكونوا شرحنا البلان ديال القنب الهندي وشنو هو باش ما يبقاش دارك في راسك. ولا عجبك الفيديو ما تنساش طاقي شي صاحبك اللي عزيز عليك، وتضغط على لايك وتفاعل معنا في القناه باش يبقى يوصلك ديما الجديد. وتهلاو نتلاقاو فيديو جديد، وكيف العاده كان معكم ايوب. تشاو.